السلام عليكم يا جماعة. واضح إن سوق الذهب لسه مخلصش مفاجآته بعد ما شفنا الهبوط القوي اللي حصل مؤخرا والناس افتكرت إن الأسعار هتهدى. النهاردة الذهب رجع تاني يتحرك لفوق بشكل مفاجئ ويشعل السوق من جديد. السؤال اللي كل الناس بتسأله دلوقتي: هل الصعود ده بداية موجة جديدة ولا مجرد ارتداد مؤقت قبل ما يرجع يهبط تاني؟ خلينا نشوف مع بعض التحليل والتوقعات اللي جاية ده قراءة المشهد. لو ركزنا شوية على حركة الذهب الأخيرة هنلاحظ إن في حالة تذبذب واضحة، يعني مفيش اتجاه ثابت. هبوط عنيف في أيام وبعدها صعود مفاجئ من غير مقدمات، وده بيأكد إن السوق داخل مرحلة حساسة جدا وبيتحرك على أي خبر أو تصريح اقتصادي حتى لو بسيط. الأسباب المحتملة للصعود: الارتفاع الأخير مش صدفة، في عوامل كتير بتلعب دور دلوقتي: ضغوط اقتصادية عالمية وتغيرات في الدولار، وكمان تحركات المستثمرين اللي بيهربوا للذهب كملاذ آمن كل ما السوق يهتز. كل ده بيخلي الطلب على الذهب يزيد وبالتالي الأسعار بترتفع من جديد. التحليل بيقول إن الذهب داخل في موجة تصحيح، يعني بيحاول يعوض جزء من الخسائر اللي حصلت بعد الهبوط الأخير. لكن الاتجاه القادم هيحدده أداء الأسواق العالمية والأخبار الاقتصادية اللي هتظهر الأيام الجاية. لو السوق فضل متوتر الصعود ممكن يستمر، أما لو الأمور هديت شوية ممكن نشوف استقرار أو حتى هبوط بسيط قبل صعود جديد. رأيكم إيه يا جماعة؟ هل شايفين إن الذهب راجع يفتح موجة صعود قوية ولا الحركة دي مؤقتة ومش هتستمر؟ اكتبوا لي توقعاتكم في التعليقات وما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة علشان نتابع سوا كل جديد في سوق الذهب لحظة بلحظة.